هلو everyone. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. أنا أحمد وده مش بودكاست. حابب أعبر عن شكري وإعجابي وتقديري لكل حد بيعمل لايك على الفيديوهات وكل حد بيكتب كومنت وبيسأل على أي حاجة، لأن ده بيطرح لنا موضوعات جديدة نقعد نتكلم فيها ونقاشات مختلفة نقعد ندردش فيها مع بعض في الحلقات المطولة بتاعتنا هنا على القناة. وتأكد ان اي تعليق انت بتكتبه انا بحطه في اعتباري وبنعمل عنه موضوع ونقعد ندردش فيه مع بعض، لعلك تستفيد وانا كمان استفيد والتعليقات تفيد كل الناس. فشكرا جزيلا لكل واحد فيكم. بعد الترحاب الشديد الفظيع ده حابين نتكلم عن موضوع في حد سأل عليه في الكومنتات، وفي الحقيقة احنا كنا بنحضر الموضوع ده من قبل كده، وبالصدفة في حد سأل نفس السؤال او سؤال على الموضوع ده في التعليقات، فحابين نطرح الموضوع ده للنقاش واقول لك على الجانب المظلم من مواقع العمل الحر، لعلك تستفيد من تجربتي السيئة مع تلك المواقع. في الحقيقة مواقع العمل الحر بينزل لها فيديوهات كتير قوي على الانترنت، وبيتكلموا عن قد ايه الموضوع سهل جدا وقد ايه الموضوع ده عبقري وجميل. وشفت فيديو من اكتر الفيديوهات اللي استفزتني في حياتي على منصات الفيديوهات القصيرة. حد بيقول الجرافيك ديزاينر اكتر، يعني من اعلى المرتبات في كوكب الارض. باي ذا واي دي مش حقيقه، ما فيش حاجه اسمها كده. الجرافيك ديزاينر بياخد مرتبات كويسه، بس دي مش حقيقه. ما تخليش حد يوهمك بده عشان يبيع لك كورس مثلا. الجرافيك ديزاين مجال كبير، في فلوس كويسه، وفي حد بياخد فلوس كتير قوي وفي حد ما بياخدش فلوس خالص. على حسب اجتهادك وشطارتك في هذا المجال هتدخل وهتشتغل، وهي مهنه زي اي مهنه. ما تخليش حد بقى يضحك عليك بحتة ان انت هتدخل تجيب تبقى اغنى رجل في العالم بمجرد ما تاخد الكورس بتاعه. احذر من المعلومات دي. وطبعا كان بقية الفيديو بيقول انك تبقى قاعد باشا كده معاك اللابتوب بتاعك، تفتح اللابتوب، تصحى الصبح بقى تفتح اللابتوب وتدخل على موقع العمل الحر، تقدم على الوظيفة، تاخدها، تبعت الشغل، تاخد الفلوس. يا سلام على الجمال. تخيل لو المجال بالسهولة دي، يعني تخيل لو هو بالسهولة دي، او مفيش حاجة في الدنيا بالسهولة دي على فكرة. يعني مش المجال بتاعنا بس، هو مفيش اي مجال بالسهولة اللي انت معتقدها دي. كل حاجة في الدنيا ليها ضريبة، ولازم تجتهد ولازم تسعى ولازم تبذل مجهود كفاية يخليك تجلب الارزاق يعني. ما بتجيش كده، مش تصحى الصبح تفتح اللاب وتقدم على الشغل وتبعته وتاخد فلوس. هي بتجيش كده خالص، في عقبات في النص محدش بيتكلم عليها. وانا مستغرب قد ايه الموضوع ده الناس ما بتقولوش. يعني انا مش عارف ازاي في حد ممكن يوهمك انت ان الموضوع سهل قوي كده. طبعا خلينا نقول ان احنا مش طالعين نسود الدنيا، انا طالع بس انقل لك الجانب اللي انت ممكن تكون ما تعرفوش في المواقع دي، علشان وانت رايح تقدم تبقى عارف، انت تبقى ما ترفعش سقف توقعاتك قوي تجاه الامر وبعدين يجيلك احباط بسبب حاجات انت ما كنتش عارف انك هتقابلها اصلا. فده سبب النقاش اللي احنا هنفتحه ده. اول حاجة خلينا نتكلم على طول عشان ما نطولش جامد. يعني هو ايه، يعني ايه اصلا مواقع العمل الحر دي؟ يعني ايه الكلام ده؟ مواقع العمل الحر دي يا سيدي بتبقى منصات متخصصة في مجالات معينة. وخلينا هنا نتكلم عن الجرافيك ديزاين لان انا مش عارف في موقع عمل حر لاي حاجة غيرها ولا لا، بس بتبقى متخصصة في المجال الإبداعي، تعديل الفيديوهات، المونتاج، التصميم، البانرات، تصميم المواقع، كل بقى ما يخص المجال الإبداعي. المواقع دي بيبقى عليها نوعين من البشر: كاستمر وموظف أو ديزاينر. يعني عميل وديزاينر داخل عايز العميل، والعميل داخل عايز الديزاينر. بيتقابلوا الاتنين في المنصة. العميل بيدخل يرفع يقول انا عايز اعمل بروجكت. البروجكت ده عبارة عن 10 تصميمات في المجال الرياضي مثلا، والبادجت بتاعت الشغل دي الرقم ده. البادجت بتاعت الشغل بقى $5، $10، $100، حسب انت في انهي منصة من المنصات. حلو، جميل. وبعدين اللي بيحصل بقى ايه؟ ان انت بتدخل، كل المصممين بقى بيدخلوا في سباق لا محدود. انا مش عارف، انا عايز ارفع البتاع دي كده شويه، حاسس ان هي بايظه مش عارف ليه. يعني نرفعها تاني، يعني قشطه، نزلها سنه كمان. مش عارف انتوا شايفين كده ولا لا، بس يعني مش مهم، هي كده حلوه. المهم
انه بيدخلوا بقى الناس يقولوا ان المصممين كلهم بيدخلوا يقدموا على الشغلانه دي، وبعد ما بيقدموا على الشغلانه العميل بيدخل يختار واحد من المصممين دول. ده نمط من مواقع العمل الحر. وفي نمط تاني ان انت بتفتح زي بورتفوليو ليك او فاترينا، وبتعرض فيها كل خدماتك، والكلاينت هو اللي بيدخل يدور يقول انا عايز مثلا مصمم بوسترات، فيطلع له ناس كتير قوي يختار منهم واحد يبدأ يدخل يطلب منه الخدمة بتاعته. ده نمط تاني من نمط مواقع العمل الحر. طيب ايه هي المواقع دي؟ يعني احنا كده فهمنا يعني ايه مواقع العمل الحر. ايه هي بقى المواقع دي؟ في مواقع اجنبية وفي مواقع عربية. المواقع الاجنبية اشهرها زي اب وورك، وفي موقع اسمه فريلانسرز هو اسمه كده، في موقع اسمه 99 ديزاين تقريبا، يعني 99 ديزاين اسمه كده. في مواقع العربية بقى زي مستقل، زي خمسات، زي كفيل، زي ايه تاني يا سيدي؟ يعني دي تقريبا الامثله اللي انا فاكرها دلوقتي، مش عارف في غيرها ولا لا. في اعتقد غيرها بس انا مش متذكر الاسماء كلها. بس دي المواقع. خمسات ده هو اللي انت بتدخل تعمل عليه معرض اعمالك، فاترينا، والعميل بيدخل يدور عليك ويلاقيك، يعني يلاقيك يا ما يلاقيكش بقى حسب الكيوردز اللي انت مدخلها ومدى اقبال الناس على الخدمه اللي انت بتقدمها وهكذا. مستقل هو من النوع الاولاني، ان انت بتدخل تلاقي في عميل طالب شغل وانت بتدخل تقدم. واب وورك نفس النظام برضو، تدخل انت اللي تقدم على الشغلانات، والعميل يختار بقى من ضمن عشرات او مئات المصممين اللي مقدمين على نفس الشغلانه اللي انت مقدمها. خد بالك من النقطه دي كويس. طيب الجانب الحلو ان المواقع دي لو انت قدرت تنجح عليها، هي بتدخلك دخل شهري كويس. يعني بتخليك تبقى قاعد في البيت، عندك دخل. انت فعلا مش بتقوم، مش بتركب مواصلات، مش بتعمل مجهود بدني كبير، مش بتعمل الحاجات بقى، يعني ايه، مفيش الارهاق بتاع ان انت نازل الشركة وجاي من الشركة والكلام ده. وبتشتغل وبتدخل دخل لنفسك كويس، واحيانا بيوصل لدخل كويس جدا جدا. ولكن في ضريبة قصاد الدخل ده، ان يبقى عندك التزام، يبقى عندك جدية في الاتفاقات، يبقى عندك المام بقدراتك. انت بتدخلش تقدم على حاجة انت مش تقدر تعملها، لانك يا عزيزي لو في عميل خبطك تقييم وحش، انسى مستقبلك على المواقع دي. يعني انت اشتغلت مع 10 عملاء، في واحد منهم دخل قال ان انت مصمم سيء والتعامل معاك سيء، انت مستقبلك ضاع على الموقع ده. لازم تدور على واحد غيره او تعمل بقى اكونت جديد. وخلي بالك فكرة انك تعمل اكونت جديد حاجة مش سهلة خالص. ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك في موقع زي اب وورك مثلا؟ الصعوبات اللي ممكن تواجهك على الموقع ده ان في مثلا 2 مليون ديزاينر على الموقع مثلا. انا ما اعرفش هم كام بالظبط، بس هم ملايين فعلا. يعني في منهم ما لا يقل عن 400 واحد بيقدموا على نفس الشغلانة اللي انت مقدم عليها. هنا انت محتاج ان ربنا يوفقك وفي الشغلانة دي، والعميل يبص على البورتفوليو بتاعك او البروبوزل بتاعك ويقبلك. في عوامل بتساعد على ده، عن ان العميل يبص على البروبوزل بتاعك ويقبلك. فيه، ولكن هي في النهاية توفيق. ممكن تبقى انت عامل كل حاجة والعميل ما يبصش على البروبوزل بتاعك اصلا اساسا يعني، وما يشوفوش. وممكن تبقى انت راجل محظوظ تدخل من تاني شغلانة تقدم عليها تتقبل. تجربتي انا قدمت على ما لا يقل عن 140 شغلانة مثلا، ما اتقبلتش في ولا واحدة فيهم. هل ده معناه ان انا البورتفوليو بتاعي وحش؟ بالعكس والله، البورتفوليو بتاعي جميل، شكله حلو والله وشيك قوي. مش عارف يعني، هبقى اعرضه لك في مره، اوريك اقول لك ده البورتفوليو بتاعي، او ننزله في مره على التليجرام او على الفيسبوك، او اقول لك ده البورتفوليو بتاعي على موقع اب وورك. هل انا مش بكتب بروبوزل كويس؟ لا، يعني انا استخدمت شات جي بي تي واستعانة باصدقاء نجحوا بالفعل، ومجهوداتي الشخصية في ان انا اكتب بروبوزل، وطلعت بروبوزلز بيرفكت وكتبتها، وبرضه ما اتقبلتش. ليه؟ معرفش، ما عنديش اي فكرة. في واحد تاني صديقي دخل قدم على شغلانة ما اتقبلش، التانية اتقبل. ايه القانون في كده؟ مفيش اي قانون، ما هي فعلا ملهاش اي قانون. فما تخليش حد يقولك على الحالة التانية اللي هو اتقبل من تاني شغلانة، وما يقولكش على الحالة الاولى ان انت محتاج تقدم على 100 شغلانة 200 شغلانة عشان تتقبل في واحدة. بس لو اتقبلت في واحدة وخدت فيها تقييم كويس كده، انت فرصتك بقت كبيرة جدا في النجاح على الموقع ده. فدي هي
تجربتي في موقع زي اب وورك، وليا تجربه في المواقع العربي على فكره، موقع زي مستقل. مش عارف اقول ايه، هو موقع كويس والله كل حاجه، بس من اسوأ انواع العملاء اللي انت ممكن تتعامل معاهم في حياتك هتقابلهم على الموقع ده. ليه؟ لازم تبقى انت راجل ممتاز وما عندكش ادنى مشكله انك تخسف بشغلك وبقيمه شغلك الارض، انا بتكلم من ناحيه الفلوس يعني، علشان خاطر تشتغل على الموقع ده. تلاقي العميل داخل يقول والله احنا عايزين 25 تصميم 3D مثلا، ومدة الشغلانة من 3 ل 4 ايام، والميزانية $25. يعني ايه؟ انت بتقول ايه يعني؟ مش عارف انت فاهم الحجم اللي انا قلته ده ولا لا، بس اللي انا قلته ده مثلا شغل ممكن ياخد 3 اسابيع شهر، ده لو انت راجل يعني خطير جدا، ودي مش البادجت بتاعته خالص خالص، بس هو العميل داخل يكتب الموضوع بالبجاحة دي. انت فاهم الفكرة؟ وانت بقى المفروض تدخل تقبل ليه؟ عشان انت عايز الخمس نجوم. هي دي الفكرة. وتلاقي العميل، عميل تاني داخل كاتب في مرة واحد، يعني مش عايز اقولك والله بجد الموضوع كان عامل ازاي. كان عايز تصميمات للمتجر بتاعه، المتجر بتاعه انا دخلت لقيت المتجر بتاعه فيه حوالي 450 صورة. 450 صورة، 450 صورة، كل واحد فيهم هيبقى تصميم، والميزانية كانت مش عارف $30 باين، حاجة كده. مش عارف، انا مش عارف هي الناس بتقول ايه، او الناس بتحسب الامر ازاي، انا ما عنديش فكرة. بس دي كانت تجربتي الشخصية. في ناس تانية عندها تجارب ناجحة جدا على فكرة، انا بنقل لك تجربتي انا عشان انا الجانب السيء للمواقع دي. يعني انا فرد من افراد كتير حصلت معاهم نفس التجارب السيئة جدا دي، بس في ناس تانية حصلت معاها تجارب ناجحة، وممكن يبقوا انت تشوف بقى الفيديوهات بتاعتهم وهتلاقيهم بيتكلموا عن فعلا تجاربهم ناجحة جدا على مواقع زي كده. بس لازم تبقى فاهم ان ده كان توفيق، مش مش اجتهاد زياده ولا شطاره زياده، لا، لانك ممكن تعمل كل اللي عليك وفي النهايه برضو ما تتقبلش، فانت لازم تبقى فاهم كده كويس. آه، في عميل اتعاملت معاه في مره، دخل كتب ان هو عايز يعمل تعديل للون اللوجو بتاعه باين، وبعدين بعد ما عمل طلب تعديل للوجو بتاعه وتصميم، وحاطط ميزانية ومجموعة تصميمات يعني، وحاطط ميزانية. فدخلت قدمت، اكتشفت ان هو بعد ما بدأت اتكلم معاه انه عايز لوجو جديد، وعملنا حوالي 3 نسخ من اللوجو وما عجبوهوش، وبعدين بدأ ما يردش، وبعدين بدأ يماطل وعمل لي مشكلة على الموقع، والحساب بتاعي اتعمل له بان، ما بقتش عارف اقدم على شغل تاني. ده نوع من العملاء، حاجة منتهى البؤس بصراحة. يعني انا العميل ده انا عملت له بلوك اصلا، و... وبعد الموقف ده اصلا انا قفلت حسابي على موقع مستقل، وقلت انا مش هشتغل على الموقع ده تاني، لان دي كانت تاني مرة ليا تحصل حاجة بنفس الوحاشة دي. فقلت انا مش هشتغل على الموقع ده تاني، الموقع ده مش بتاعي، انا عمري ما هفتح الموقع ده تاني في حياتي. بس ده انا مش انت ممكن ما يصادفكش المواقف السيئة دي، بس لازم تبقى عارف ان هي ممكن تصادفك وتبقى عارف تتعامل فيها ازاي. غير ان سياسات المواقع دي سياسات غير مفهومة بالمرة. ازاي؟ انا دلوقتي مثلا داخل اقدم على شغلانة، لو انا دخلت كتبت الميزانية بتاعت الشغلانة دي $5، الموقع بياخد $. حلو، دي سياسة الموقع، العميل عارف ده وانا عارف ده، وحاجة مش سر يعني. بس لو جبت سيرة العمولة في الشات، الحساب بتاعك هيتقفل على الموقع. يعني ايه؟ انا اتمنى ان في حد من ادارة الموقع فعلا يدخل يشرح ده معناه ايه. يعني ده ايه؟ ان انا مرة قلت للعميل وانا بتكلم معاه انا مضطر ارفع الميزانية شوية، لان موقع مستقل بياخد عمولة ودي مش تكلفة الشغل الحقيقية، فانا كده هقتطع من فلوسي، فهنرفع الميزانية عشان انا اخد فلوسي والموقع ياخد فلوسي. عملوا الحساب يبان. حد عنده الشجاعة الكافية من إدارة موقع مستقل يدخل يشرح ده معنى إيه؟ ده إيه؟ يعني ليه بقى؟ ما هو العميل عارف إن أنتوا بتاخدوا عمولة، أمال أنتوا شغالين بالحب؟ يعني هل أنتوا بتوفقوا راسين في الحلال؟ لا طبعا، ما أنتوا العميل عارف إن أنتوا بتاخدوا عمولة وأنا عارف. فإيه المشكلة إن أنا أذكر العمولة في الشات؟ دي حاجة مش مفهومة خالص. لازم قبل ما تبدأ على المواقع دي فعلا تبقى عارف سياساتها كويس قوي، لان سياساتها معقدة وغبية جدا. يعني سياسات المواقع انا شايف كده ان هي سياسات غبية، ودي مش سياسات ان انا اقدر انجح. يعني انت بتعوق اصلا نجاحي على الموقع ده. انا بتكلم على المستوى الشخصي.
ما اعرفش، في ناس ناجحه جدا. يعني انا بدخل تقرا في القصص الناجحين على المواقع دي، تلاقي ناس عامله ارقام مهوله من الفلوس، وعندها عدد لا حصر له من العملاء. وحاجه شاطره جدا. انا مش عارف هما بيعملوا ده ازاي، والله انا ما عنديش الفورميلا اللي تقول لي هو ده اللي انا هعمله فانجح على الموقع، ما اعرفش. دي كانت تجربتي مع موقع مثلا زي مستقل وابورك وموقع خمسات. لقيت القصة بقى ان انا لازم ادخل على الموقع واعمل البروفايل بتاعي، وافضل قاعد عامل كده، افضل قاعد عامل كده شهر اتنين تلاتة اربعة، لحد لما حد يقرر يفتح البروفايل بتاعي ويطلب مني خدمة. لو ما طلبش يبقى انا قاعد نفس القعدة، مش هيحصل حاجة. آم، الفكرة كلها ان الموضوع عبارة عن ايه يا صديقي العزيز؟ انك وانت داخل المواقع دي ما ترفعش سقف توقعاتك قوي، وما تعتمدش عليها في بداية حياتك ان هي دي اللي انت هتعيش منها وهتاكل وتشرب منها وتدفع التزاماتك منها وتحوش منها. لا، ما ينفعش تبقى انت لسه بادئ مسيرتك النهاردة المهنية وتدور على شغل على الموقع دي بس. لا، فنصيحتي ليك انك اتعلم من تجربتي في المواقع دي، واعرف الجانب السيء اللي فيها، وبعدين اسمع فيديوهات تانية وتجارب ناس تانية نجحت في المواقع دي، واعرف ده نجح ليه واعرف ده فشل ليه، عشان تتفادى اخطاء اللي فشل وتسمع نصايح اللي نجح، فانت كمان تنجح بدون الوقوع في اخطاء، او تقلل حجم الخطأ او فرص الخطأ قدر الامكان، عشان تقدر تنجح على المواقع دي فعلا وتشتغل. ونصيحتي ليك في النهاية انك ما تبدأش حياتك على مواقع العمل الحر. يعني يفضل انك تنزل تشتغل او تاخد انترنشيب في شركة، او تشتغل مع تيم او ايا كان، تتعلم منهم او تتعامل مع السوق من منظور كذا حد انت شغال معاه. تبقى انت ديزاينر وشايف السينيور بيعمل ايه، والجونيور اللي جنبك بيعمل ايه، والتيم ليدر بيعمل ايه، والاكاونت مانجر بيعمل ايه، والاتش ار بيعمل ايه. لان انت لما تبقى فريلانسر انت هتبقى كل دول مع بعض، انت اللي هتبقى بتعمل كل حاجة لحد ما ربنا يكرمك بقى وتعمل تيم وتظبطوا بقى الدنيا يعني ان شاء الله. بس دي نصيحتي ليك، تبدأ في شركة او تبدأ في تدريب في شركة، او تشوف منتور يدربك. حتى لو انت مش تنزل شركة، تشوف منتور يدربك عشان تعرف السوق بيشتغل ازاي، وبعدين تقدر تاخد تجربتك بقى الحياتية دي وتدخل بيها مواقع العمل الحر وتنجح. وفي نوع تالت خالص من الشغل، هو الاوفلاين نتورك بقى. الناس البني ادمين الحقيقيين اللي تعرفهم في حياتك دول ممكن يفتحوا لك فرص شغل مع كلاينت بره مواقع العمل الحر. يبقى في عميل انت بتشتغل معاه، انت بتعمله شغل، هو بيبعت لك فلوسك من غير اي وسيط، من غير بقى ولا مستقل ولا خمسات ولا ابورك ولا فريلانسرز ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. ولازم عشان تعمل ده وتنجح فيه تبقى عندك مهارتين مهمين قوي. وفي واحدة تالتة بس دي رقم 3 فيهم، وكنا اتكلمنا عنها في الحلقة بتاعة العمل الحر للجادين فقط. ممكن ترجع تشوف الحلقة كاملة عشان النصايح اللي فيها هتساعدك جدا لو انت لسه داخل، ان انت تبقى عارف تدير وقتك كويس، وعندك طريقة صارمة جدا وحازمة في إدارة وقتك وإدارة مهامك. النقطة التانية ان يبقى عندك المهارات الناعمة او السوفت سكيلز، انك تعرف ازاي تتواصل مع العميل وتشتغل معاه وتاخد وتدي معاه في الكلام. الحاجة التالتة انك تبقى انت شاطر فعلا، ما تبقاش فهلوي. ما تفتكرش ان انت تقدر تعتمد على شات جي بي تي وميد جيرني والحاجات دي في ان هي هتعمل لك شغلك. الحاجات دي ممكن تخلص لك تاسك 2 3، لكن ما تقدرش تعتمد عليها الى الان. يعني ما تقدرش تعتمد عليها انك تقدر تخلص بيها كل شغلك، مش هتعرف تعمل كده. ولو عايز فعلا تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ان هو يخلص لك شغلك، يبقى هتدفع فلوس كتير قوي. جي بي تي 4 هتدفع اشتراك شهري، ميد جيرني هتدفع اشتراك شهري، المواقع اللي بتنزل تمبلتس جاهزة هتدفع اشتراك شهري. فهتلاقي نفسك انت بتدفع $700 مثلا في الشهر عشان تعمل تصميم ب200 جنيه في الاخر. انت كده بتخسر مش بتكسب. فركز كويس في التجارب السلبية والايجابية عشان تعرف تنجح في مواقع العمل الحر. كده احنا خلصنا. ما تنساش تاخد الفيديو السوداوي الفظيع ده وتبعته لأي حد من أصدقائك مهتم بالموضوع عشان يسمع تجربتي البشعة على مواقع العمل الحر. وتفكر قبل ما تبدأ على موقع العمل الحر انت عايز تعمل ايه، وتعمل لايك للفيديو، وتروح تشوف الحلقات اللي فاتت من المش بودكاست بتاعنا.
وتعمل سبسكرايب للشانل. دي كده اخر حاجة، احنا كده خلصنا. ما كانش نفسي اسيبك دلوقتي، والله انا ببسط بالقعدة معاك، بس انا مضطر اقفل الحلقة. وفي الختام حابب اقولك انه انا احمد، وده مش بودكاست. سلام.